كل واحد عنده صاحبه، كل واحد عنده صاحبه. هذاك الصاحب يتبرأ من صاحبه يوم القيامة. غير زوج صحاب ما يتبرؤوش من بعضهم، تنفعهم الصحبة. منين جبتنا هذا الكلام؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو. كل واحد يقول له انت، والاخر يقول لا انت، بسبتك انت يولوا عديان. وما كانوا هنا احباب. ليه يولوا عديان؟ خاش كانوا على معصية الله. الأخلاء يومئذ، كمل معايا، الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا اسم المتقي مع المتقي تنفعه الخلة والصحبة، خليله صاحبه. كاين حديث نجيب لكم بالدارجة ونوضوا نصليوا العشاء. كاين ناس ربي يديهم للجنة، هم رايحين للجنة، يدوروا يلقاو جماعة كانوا يصوموا معاهم ويصليوا معاهم وكانوا حبابهم وكانوا خاوتهم. هادو ما حسناتهم كبيرة جازوا، وهادو حسناتهم فيها وعليها. هادو اللي جازوا يدوروا يقولوا للكريم، شكون هو الكريم؟ الله يرضى عليكم. تعرفوا علاش قلت لكم الكريم؟ الكريم هو من يعطي ويعطي بغير حساب. انت تطلب حاجة هو يعطيك 10 حوايج، اسمه الكريم. ما لا يقولوا للكريم، يقول له يا ربنا، هادو يقول له يا ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا، يصومون معنا، كانوا معنا وفي الجامع ونعرفوهم، وش به أمرهم؟ يقولوا احنا ربي ديتنا الجنة وما خليتهم. وش الطلب؟ يقولوا يا ربي جيبهم معنا ودخلهم للجنة معنا. يروحوا هادو يجيبوا خاوتهم هادو ويدخلون معهم إلى الجنة. شفاو علينا برك، تعودوا ثاني بالك تصليونا ولا شفاو. قال في الحديث شفع الأنبياء، أم الأنبياء يشفعوا وإحنا شفعنا هو النبي محمد. اللهم يا رب شفع فينا رسولنا. والملائكة قال شفع الأنبياء وشفع الملائكة. قال وشفع الصالحون، ثم الصالحون من عباد الله يشفعوا في العصاة. قال وبقيت شفاعة أرحم الراحمين، هذوك اللي توخروا كامل يشفع فيهم ربي ويدخلهم الجنة. وإذا كاين شيء، احنا نسأل الله العافية، احنا طماعين. أنا نقول في الجامعة أنا الطماع والطلاب. يقولوا كيفاش طماع وطلاب؟ أنا الطلاب نطلب ربي، وطماع فيما عند الله من الرحمة والفضل والخير. وانتم الطلابين ولا لا؟ يا هضروا بركاونا يا رحم والديكم. انتم الطماعين وطلابين، تطمعون في رحمة الله في جنته وتطلبوا ربي، ماشي في كل ساعتك تقول له يا ربي يا رب. انت طلابك تطلب، بس الحمد لله ماكش تطلب في الناس، هاك تطلب الكريم الذي عنده خزائن السماوات والارض. وشوف كاع كيما راكم، يعطيكم كاع سؤالكم ويعطيكم كاع مسألتكم ويعطيكم كاع من فضله، وما ينقص من خيره وفضله شيئا، لأنه الكريم عنده خزائن السماوات والأرض. إذا كاين شي حاجة من هذه الأمة، بعض العصاة قد يدخلون النار، فإذا دخلوا فإنهم لا يخلدون فيها. يدخلوا يتعذبوا واحد الفترة هكذا، والدخول لا يستلزم الخلود. احنا أهل السنة والجماعة، احنا أهل السنة والجماعة، احنا أهل السنة والجماعة، ولسنا على عقيدة الخوارج وغيرهم.
احنا على عقيدة أهل السنة والجماعة. إذا قعدوا فيها شي أيام فإنهم يخرجون منها برحمة الله. كيفاش يخرجوا؟ يدخل ربي الكفار. شحال نزيد دقيقة ولا زوج؟ واش تحب؟ والجمهور كي يدخل ربي الكفار لجهنم. كاين شي عصاة من هاد الأمة يدخلوا معاهم. الكفار يقولوا للمسلمين العصاة، يستهزئوا بهم، يقولوا أنتم في جهنم وبالأمس القريب كنتم تقولون لا إله إلا الله. كيفاش واش راكم ديرونا؟ احنا ما كناش نقولوها لأنهم هما كفار فجزاؤهم جهنم، بصح أنتم كنتوا تقولوا لا إله إلا الله وراكم هنا. كي كان يقولوا هذا الكلام ربي كان يسمع. مالا ربي كيسمع هذه الكلمة من الكفار. واش قالوا للعصاة من أهل القبلة من أهل لا إله إلا الله؟ ربي يهزهم عز وجل ويخرجهم من جهنم ويلقيهم في نهر الحياة، ومن نهر الحياة يدخلهم إلى الجنة. شيخ رشيد هذه من جبتها؟ هذه في القرآن. ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. كي يخرجهم ربي، يخرج هذوك العصاة ويديهم للجنة، واش يتمناو الكفار تما؟ يتمناو لو كانوا مسلمين، بصح ماشي مسلمين. فإذا كانوا العصاة يخرجون فإن الكفار لا يخرجون من جهنم. قال ربي خالدين فيها أبدا. كاين غير في واحد اللحظة وواحد الساعة وواحد الحالة الكفار يدخلون الجنة. وقتاش؟ صحيت يا شيخ صحيت. يشتوا البابور الباخرة اللي راهي تحت في الميناء، مربطينها بالحبل خشين هذاك الحبل. شفت البرة اللي تخيط بها الوالدة نتاعك ولا الوالدة نتاعي إذا كانت ميتة الله يرحمها، وإذا كانت حية الله يطول عمرها، تقول لها ما ولا يما ولا ما تقولهاش برك العجوزة، خاطر كي تقول العجوز راك تهبني أنا كلمة العجوز هذه. قولها ما تقطع لي القميص رقعيه. واش دير هي؟ تحكم الخيط وتدخله في ثقب الإبرة، صح؟ الآن تجيب لنا هذاك الحبل اللي راه في المرسال تحتها الخشين هذاك، تعرفوا وين دخلوا في ثقب الإبرة يمشي. قال ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل، الخيط الخشين، حتى يلج الجمل في سم الخياط. يدخل الخيط ما يدخلش، إذا لا يدخلون الجنة. وعلى تفسير آخر شتو الجمل الكبير هذا، الجمل البعير هذاك اللي راه في الصحراء، نجيبوه ندخلوه في ثقب الإبرة يدخل ولا ما يدخلش؟ لا يدخل. ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. والله ما يدخلوها ما يشوفوها ما يشموا ريحتها. مجرمين كفار وعليهم من الله ما يستحقون، خالدين فيها أبدا، خلدوا فيها. ويقولوا للملك اللي كلفوا ربي بجهنم، يقولوا هذا في القرآن، قالوا يا ملك ليقضي علينا ربك. انهم ما يطيقوش العذاب، ما يقدروش. ليقضي علينا ربك، خلاص قل له يموتنا، انا حابين نموتوا. الجواب قال انكم ماكثون. بعد فيها تكاثر. والجنة أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب. الله يجعل ربي يدخلكم الجنة جميعا يا رب العالمين. اللهم ادخلنا الجنة. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار.